السلام عليكم يا شباب، انا عبد الرحمن اسامه ودي برودكت استراتيجي اند ديزاين، ودي الحلقه رقم 23. بقالنا كتير ما عملناش فيديو من اول رمضان يمكن بس الحمد لله السبسكريبشنز على القناه بتزيد لوحدها كده، يمكن لو ما عملناش فيديو بقى بتزيد اكتر، مش عارف، هنشوف. احنا قربنا نوصل على 2000 مشترك، فيعني نشد حيلنا شويه في الاشتراكات والحاجات دي. اوكي، النهارده انا عايز اتكلم في موضوع شائك شويه، موضوع يعني اسباب فشل الستارت ابس. طبعا في اسباب كتير وفي ناس كتير اتكلموا في الموضوع ده، فالسنه في 4 من الاسباب عايز هايلايت عليهم، من اكتر الاسباب اللي بتحصل ومن اكتر الحاجات اللي بنشوفها يعني في ستارت ابس كتير حوالينا، لسبب يعني اسباب لفشل الستارت ابس يعني. طيب، اول حاجه في الاسباب دي ان اليوزر مش عايز الفاليو اللي انت بتقدمها، اليوزر مش عايز المنتج ده. ودي بنشوفها كتير، ان انا بيبقى في فكره انا مقتنع بيها كفاوندر او كبرودكت مانجر او كده، او كصاحب فكره يعني، وببدا ان انا بما ان انا شايف ان يعني ان بما ان دي حاجه بيرسونال نيد عندي، او انا شخصيا عايزها او شايفها مفيده، فبقى متخيل ان كل الناس عايزاها، فببدا ان انا اعمل الستارت اب بتاعتي دي وابني البرودكت بتاعي ده، وابدا ان انا طبعا المفروض بقى في مراحل فاليديشن قبل ما بنعمل ام في بي وننزل بيه السوق. انا مش هقول بقى يعني ايه ام في بي ويعني ايه فاليديشن ويعني ايه ماركت فيت، كل دي حلقات عملناها قبل كده، عندنا حلقه عن الماركت فيت، وانا مستغرب من الحلقه دي من اقل حلقات مشاهده، مع ان الموضوع ده يعني اكتر موضوع شائك يعني موضوع الماركت فيت، فارجعوا بصوا على الحلقه دي. الفاليديشن يمكن ما عملنالوش حلقه، بس هتلاقيه غالبا برضو كفرد في الحلقه بتاعه الماركت فيت او في الحلقه بتاعه اللين موديل لو كنا عملنا حلقه عن اللين موديل. والام في بي طبعا عاملين له حلقه من اكتر الحلقات اللي اتشافت يعني، فدي مصطلحات مش هنرجع نقولها بقى تاني خلاص. فدلوقتي انت هتعمل ام في بي بتاعك، هتنزل السوق، هتميجر تشوف حصل ماركت فيت ولا لا، جالك باينج كاستمرز ولا لا. فمن اكبر الحاجات اللي بتحصل في المرحله دي، انت قبل طبعا ما تبني الام في بي، او انت بتبني الام في بي قبل ما تنزل الماركت فيت، المفروض بتكون عملت فاليديشن. يعني ايه فاليديشن باختصار؟ برضو يعني اتكلمت مع عملاء، سالتهم، وريتهم حاجه، سالتهم طبعا على النيدز مش على السوليوشنز، الكلام ده كله. فاحيانا بتبقى الناس بتديك احساس ان النيد موجود، لكن ليه؟ عشان ما بنعملش فاليديشن بالطريقه المظبوطه. يعني مثلا لو قلت لشخص هل انت عندك نيد للحاجه الفلانيه دي، فاقولك انا عندي نيد للحاجه الفلانيه دي. هل مثلا انت عندك نيد؟ انا شغال على برودكت اسمه بروفن، دايما هتلاقوني شغال على برودكت ما. يعني كنت لسه دلوقتي بقلب في الفايلات القديمه، لقيت نفسي عامل حاجه اسمها iusedcar.net، هحط لكم شكلها يعني، هتلاقوها كوميديه طبعا، حاجه قديمه جدا يعني. وكنت عامل حاجه برضو مع واحد صاحبي زمان اسمها on p1، حاجه كلاسيفيكيشنز كده وبتاع زي كريجليست وكده. فحاجات قديمه جدا يعني من 2000 يعني من 2004 2005 2006 في الحته دي يعني، او يمكن قبل كده كمان، مش عارف والله. وعملت حاجه اسمها بونجا. المهم يعني دايما تلاقيني شغال في برودكت ما، يعني ماي اون برودكت يعني. هايف طبعا كتير منكم يعني عارفينه. مهم عشان ما نخشش في موضوع كتير، انا حاليا شغال في حاجه اسمها بروفن يعني. فانا كنت ايه الموضوع تاه مني، ان انت تعمل فاليو. فوانت بتعمل فاليديشن، فلو احنا مثلا قلنا في بروفن ان احنا عايزين نفاليديت، فلو سالنا الناس، هكلمكم عن بروفن وهعمل لكم كمان، هوريكم فيديو بروموشن كده سريع عنه، بما ان احنا ما حدش بيسبونسرنا، فاحنا هنسبونسر نفسنا بقى بالبرودكت بتاعتنا بنفسنا. Ever posted a job for a key role in your product team, only to be overwhelmed by hundreds if not thousands of CVs? It's daunting not knowing if the applicants are truly as qualified as they claim to be. Most applications lack credibility. Everyone says they're great, but how can you be sure? What if you could have industry experts from Apple, Google, Uber, and more personally interview and vet the most promising candidates for you? Proven enables this, ensuring you understand the actual technical skills of your candidates before moving forward. In technology and product management, the brains behind the operation are crucial. Hiring top talent is key to launching and growing successful businesses and products. Hiring the wrong people leads to poor decisions, costing your business significantly in the long run. Ready to transform your hiring process? Join Proven today and make sure your next hire is the right hire.
Visit our website to get started at proven.io. فلو انت واحنا بنعمل الفاليديشن بتاع بروفن سالنا الناس هل انتوا عندكم نيد ان انتوا تعملوا هايرنج لبرودكت ديزاينر، سينيور برودكت ديزاينر او سينيور برودكت مانجر، بيبقى عندكم النيد ده. فكل الناس اللي احنا كلمناهم اللي هم اوريدي تارجتد ان المفروض يبقى عندهم النيد ده قالوا احنا عندنا النيد ده. لكن لما سالنا الناس امتى اخر مره عملت جوب بوست في الحته دي او عملت هايرنج، عينت حد او عملت بوست عشان تعين حد، فكان الاجوبه بتيجي من 6 شهور، من سنه، which is مش frequency enough او مش نيد كبير. فدايما لو انت سأل يعني من ضمن التريكس في حته الفاليديشن او في حته الانترفيوز يعني عن الموضوع ده، ان انت تسال على فاكتس، ما تسالش على حاجات مبهمه. يعني هل انت عندك نيد؟ عندي نيد. لكن لما تقول للناس في السنه اللي فاتت كم مره عملتوا كذا، او كم مره مثلا طلبت الخدمه الفلانيه، او كم مره عملت كذا، فساعتها بتبقى الموضوع كوانتيفايبل اكتر يعني بالارقام، فبيبقى اسهل ان انت يعني ده من ضمن الاسباب اللي ممكن يكون الفاليديشن ما اتعملش مظبوط، فالماركت فيت ما ظبطش في النهايه. مهما عملت بقى فاليديشن حتى لو مظبوط وكل اللي احنا قلناه والكلام ده لطيف كله، بتيجي مرحله ان انت تنزل الماركت، بتيجي مرحله ان انت خلاص عملت لاندنج بيج فيها كول تو اكشن، اللي يدوس عليه بيحجز الخدمه او بيشتري الخدمه. ممكن بنسبه كبيره جدا تفاجئ ان محدش بيشتري. وكفرنج الموضوع ده في الحلقه بتاعت ماركت فيت هتلاقي يعني اسباب او الماركت فيت بيتعمل ازاي والام في بي والحته دي كلها. طيب ليه الناس ممكن تكون لما ينزل البرودكت بتاعك في السوق محدش يستخدمه او ناس قليله قوي اللي تستخدمه؟ هو اللي بيحصل غالبا ان محدش بيستخدمه خالص يعني، وده اللي انت بتلاحظه في الاول. فبيبقى عليك دلوقتي انك تديسكفر بقى وتسال وتشوف وتفهم ليه الناس ما تستخدموش، وتعدل ده وترجع تاني تنزل يعني تظبط الام في بي بتاعك وترجع تاني تنزل السوق وهكذا. وطبعا بيفضل انه ام في بي ان هو يبقى مجرد ويب سايت وفي كول تو اكشن، بتخش مثلا على جوجل فورم او بتخش على كالندلي او بتخش على تالي فورم، حاجه بسيطه ما تبنيش البرودكت كله قبل ما تتاكد ان الناس هتطلب البرودكت اصلا. فاسهل حاجه لاندنج بيج وكول تو اكشن، بتدوس عليه بينور عندك بقى، بيبعت لك ايميل، بيملى لك فورم، اي حاجه بسيطه قبل ما تملى البرودكت كله. طبعا ده بينفع في السيرفيسز اللي انا بريكوست سيرفيس، لكن لما تبقى حاجه بقى هي نفسها ساس برودكت لا، بيبقى الموضوع اصعب من كده شويه. لسه كل ده رغي ولسه ما قلتش اول سبب. فاول سبب ان الناس مش عايزه الفاليو اللي عندك دي، فبتنزل باللاندنج بيج تلاقي محدش بيدوس على الزرار. فازاي الناس مش عايزه مع ان انا كنت الحاجه دي انا شايفها، انا شخصيا او صاحب الفكره شايفها مطلوبه جدا ومهمه جدا وبتاع، ولما سالت الناس قالت لي احنا عندنا النيد ده. فيا اما الناس النيد ده مش يعني هي مش عايزاه فعليا، او مش عايزاه بفريكوانسي انف، او مش عايزاه بقوه، او في منافسين ليك بيعملوا نفس الحاجه فمحدش خد منك وخده من المنافس التاني. فدي كلها اسباب. فاول سبب ان الناس مش عايزه الفاليو اللي انت بتقدمها. انا بقدم خدمه معينه، انا بقدم برودكت معين بيوصل لفاليو معينه، الناس مش عايزاها، اليوزرز مش عايزها. فاحنا لازم اهم حاجه هنا نتصالح مع نفسنا ان احنا بدل ما نعند ان احنا لا ده اصل ده مش هو ده، اصل الناس ما فهمتش، اصل مش عارف، لا انا يعني اوصف المشكله توصيف مظبوط عشان اعرف ايتريت وانزل تاني بحيث ان انا اوصل للماركت فيت. فدي اول سبب، الناس مش عايزه الفاليو اللي انت بتقدمها. تاني سبب ان الفاليو اللي بتقدمها موجوده والناس عايزاها، بس انت مش عارف تكوميونيكيت الفاليو اللي عندك للناس. فالناس لما تدخل عندك على الفيسبوك بيج ولا على اللينكد ان بيج ولا على الويب سايت ولا على الموبايل ابليكيشن واتيفر، ما بتشوفش، ما بتعرفش ان انت عندك الفاليو دي. يعني انت عندك فيتشرز كتير مثلا الناس عايزاها، فانا لما جيت عندك في اللاندنج بيج ما فهمتش من اللاندنج بيج ان انت عندك الحاجات دي، ان انت عندك الخدمه دي، او ان انت عندك البرودكت ده، او ان انت عندك الفيتشرز دي. وانا شخصيا في الكونسلتيشنز اللي بعملها بلاقي ده كتير. يعني بلاقي حد بيجي يقول لي انا عامل برودكت كبير جدا وفي فيتشرز كتيره جدا ومعرفش داشبوردز بتعمل ايه وتولز معرفش بتاع اي بي ايز ايه وقصص ايه وايه وايه،
موجهه مثلا للمعرفش للماركتيرز ولا للادفرتايزنج ولا للمعرفش اي حاجه من الاندستريز يعني. فتخش على اللاندنج بيج بتاعته وتشوف البرودكت بتاعه، تفاجأ ان هو عنده فيتشرز كتيره جدا انت نفسك لما دخلتك على اللاندنج بيج ما تخيلتش ان هو بيعمل كل ده. يعني من شكل اللاندنج بيج ان الفيتشرز، ان الحاجات اللي عنده دي حاجات بسيطه جدا، ما عندوش اللي انت عايزه، ما عندوش فيتشرز كتيره، فما وصليش اللي جوه اللي ما بعد اللاندنج بيج دي ايه. لما هشترك وهفتح البرودكت وهدخل على الداشبورد بتاع البرودكت، ايه اللي انا امكانيات اللي انا هتحصل عليها ما وصلتنيش من اللاندنج بيج. فكتير من الحاجات اللي زي كده ان انا بسيب البرودكت زي ما هو، البرودكت بتاعك كويس، كوميونيكيت بس اللي جواه للناس بره، للناس اللي لسه ما دخلتش على البرودكت، خصوصا لو في بيمنت في السكه. يعني مفيش ديمو، ودي حاجه من الحاجات اللي بقولها كتير، اعمل ديمو للناس تشوف البرودكت عامل ازاي. بس ستيل الناس هتكسل تخش على الديمو ده حتى لو ببلاش لو ما شافتش فاليو من اول لحظه. فانت عايز تكوميونيكيت الفاليو دي مش بقى للي هيخش عندك على اللاندنج بيج، ده للناس اللي بره على الفيسبوك، انت اللي بتروح لهم بتاوتريتش للتارجت الصح، وتوري له الفيتشرز اللي عندك بشكل يعني واضح، بحيث انه يفهم انا البرودكت ده فيه الفيتشر 1 2 3، الفيتشر دي انا عايزها، دي مش عايزها، وهكذا. لكن لو احنا قعدنا نبعت لهم كلام والله انت عندي مش عارف هتبقى جروس وسكسس وهتبقى زي الفل وفل شمعة منورة والكلام اللي هو بتاع الدعاية ده، بدون ما شاف البرودكت بيعمل ايه او السيرفيس بتعمل ايه بالظبط، هاو ات وركس، ايه الدنيا عامله ازاي بالظبط، مش هيبقى فاهم الفاليو اللي عندك او مش فاهم الفيتشرز اللي عندك، خلينا نقول بشكل ادق يعني. فعشان كده من الحاجات اللطيفه اللي بتتعمل ان انت تحط سكرين شوتس او هاي فيديليتي الستريشنز للفيتشرز بتاعتك على اللاندنج بيج، او كمان كمان في التارجتد ادز اللي بتعملها. يعني خلي الناس بدل ما انت عمال تقول كلام، خلي الناس تشوف شكل الانترفيس، تشوف شكل الفيتشرز اللي عندك، تطلع بره على اللاندنج وتطلع بره في الاعلانات نفسها، فالناس تقول انا عايز الفيتشر دي، هي دي الفيتشر اللي انا محتاجها. فانك تكوميونيكيت الفيتشرز اللي عندك او الفاليوز اللي عندك، ده من ضمن الاسباب الكبيره اللي بنشوفها كتير ان الناس مش عارفه توصل ماركت فيت. الفاليو موجوده والناس موجوده ومحتاجه، بس هي الناس دي مش شايفه الفاليو اللي عندك ده، فتوريهم بس الفاليو السيمبل از ذات، بتفرق بقى بالكونفرجن بقى فرق رهيب من غير ما تعمل اي حاجه في برودكت. فده الموضوع التاني. الموضوع التالت برضو في نفس الموضوع التاني ده، برضو احيانا بيبقى المشكله جايه من التارجتنج. يعني انا بكوميونيكيت الفاليو بس للناس الغلط. انا محتاج اعرف ان افهم ان مش الناس دول هم اللي عايزين الفاليو اللي عندي، يمكن تكون الناس التانية دي هي اللي عايزه الفاليو اللي عندي، فابدا اتارجت الناس التانية، فافاجئ بان الماركت فيت بدا يحصل والكونفرجن بدا يشتغل. فممكن تكون مشكله تارجتنج، مش يعني ده جزء من الكوميونيكيشن برضو بتاع الفاليو. فاحنا كده في نقطه 2. نقطه 3 الباد بوزيشننج. انا حاطط نفسي في بوزيشننج مش كويس، حاطط البرودكت بتاعي في بوزيشننج مش احسن بوزيشننج. طبعا نقطه البراندنج كده برضه عملنا عنها فيديو قبل كده، فلو انا ما عملتش براند كويس هتحط في بوزيشننج ان انا بور كواليتي، هتحط في بوزيشننج ان انا حاجه بدائيه، ان انا حاجه يعني مش بروفيشنال، الكلام ده كله. فالبراندنج في حد ذاته لو بور بيبوظ البوزيشننج كده. لكن احنا بنتكلم لو انا عامل براندنج حلوه، براندنج مظبوطه وبروفيشنال ومناسبه للتارجت بتاعي، بس انا بدات اكوميونيكيت ان احنا مثلا، خلينا نجيب مثال بروفن تاني، احنا مثلا بنتارجت حته معينه من السايكل بتاعه الهايرنج. طبعا سايكل الهايرنج كبيره، من اول انك بتسورس التالنت نفسهم، بتعمل بوست عشان التالنت يقدموا، لغايه ان انت بتفلتر وبتشورت ليست اتش ار انترفيو البدائي، وبعدين بقى التكنيكال انترفيو الحته اللي احنا بنعملها لغايه لما العقد بيتمضي والشخص ده بياخد اول يوم عنده في الشغل يعني. فدي سايكل كبيره. احنا مثلا في بروفن واخدين الحته بتاعه التكنيكال انترفيوينج بس،
فلازم ده يبقى واضح قوي في البوزيشننج بتاعنا في برودكت، ان احنا بتوع في بروفن، ان احنا بتوع الحته دي، احنا دي الفاليو اللي عندنا، احنا بنعمل ده. لو احنا بدأنا يعني كفيتشرز او ككوميونيكيشن ان احنا نبدأ نقول ان احنا هايرنج سوليوشن، انت دخلت خرجت من البلو اوشن، الحته اللي انت متميز فيها والحته اللي انت مركز فيها، وبدأت تخش في ريد اوشن مهول. بدأت بقى، وده احنا جربناه في الفاليديشن، يعني لو جينا نقول للناس احنا بنعمل هايرنج لل يعني للتالنت ومش عارف ايه بتاع، اي حد هيقول لك طب وايه الفرق بينك وبين مثلا لينكد ان جوبز، او ايه الفرق بينك وبين الاف الريكروتمنت ايجنسيز الموجوده والتالنت يعني اللي هم بتوع التالنت اكوزيشنز الفريلانسرز دول الموجودين في لينكد ان في كل حته، ايه الفرق بينك وبينهم؟ فليه لو كوميونيكيشن البوزيشننج بتاعك مش مظبوط، لو عملت لنفسك بوزيشننج في حته في منافسين كتير جدا، بتخسر يعني بتخسر الاتنشن من اليوزر، او بتخسر او بيبدا تتحط في مقارنه مع ناس انت ممكن ما تعرفش ان انت يعني تكسب المقارنه دي. ناس اقدم، ناس عندها داتا اكتر، ناس عندها تيمز يعني اكبر، فصعب جدا ان انت دايما بيتكلموا في حته النيش ماركت، يعني ان انت عامل لنفسك بوزيشننج معين. فحته البوزيشننج من اكتر الحاجات برضو السبب رقم 3 لفشل الماركت فيت. اخر حاجه وانا شايفها يمكن اكتر حاجه تريكي، واكتر حاجه يعني بتعمل مشاكل، واكتر حاجه من اصعب، يعني من اكتر الاسباب اللي فعلا بتسبب فشل في الحته دي، وهي حته البرايسنج موديل او البرايسنج استراتيجي او المونيتايزيشن موديل. التسعير بتاعك هل هو مناسب للفاليو اللي انت بتقدمها؟ هل هو ميك سنس للار او اي بالنسبه لليوزر بتاعك؟ لو انت هتدفع واحد $100 $500 $1000 وات ايفر، ان شاء الله $1,000,000، الار او اي اللي هو هياخده من الفلوس اللي هو دفعها لك، هل هي 10 اضعاف او 3 اضعاف وات ايفر؟ يعني ما عنديش فورمولا معينه، بس هل هي اكتر بكتير الفاليو اللي هو هياخدها او المبلغ اللي هو هيوفره من اللي هو دفعه؟ وهل هو فاهم ده؟ وهل ده كوميونيكيتد ليه؟ فانت هتدفعه خلينا نقول $100، هل ده هيخليه يوفر $300 $500 عشان من الالترناتيفز بتوعك؟ ولا هل اصلا في حد تاني او في سيرفيس تانية، قد تكون جوجل، قد تكون جات جي بي تي، قد تكون واتساب، تيليجرام شانل، قد تكون اي حاجه بسيطه، قد تكون قاعده على قهوه بتوفر اللي انت ممكن تعمله ده ببلاش. فهل انت الشخص اللي بيدفع الار او اي بتاع الفلوس دفعها مجديه وهو فاهم ده، ومفيش كومبيتيتورز البرايسنج موديل بتاعها احسن ليه؟ فدي حته البرايسنج موديل، التسعير بتاعك رايح فين. ودي كانت من ضمن الاسباب برضو في هايف اللي كانت تعبتنا جدا، ازاي احط تسعير ما بين البيرنت اللي بيدفع عشان يوصل اولاده، وما بين يعني يكون بالنسبه له احسن من الاتوبيس المدرسه مثلا، وبالنسبه للسواق الدرايفر الكابتن يكون بالنسبه له اعلى من الالترناتيفز اللي هي مثلا زي ان هو يشتغل في اوبر او اي حاجه تانية. فازاي ان انا الاقي الخط اللي ما بين الاتنين؟ انا عايز ادي الكابتن اعلى من اللي هو ممكن يعمله في اوبر عشان ما يروحش الاوبر ويسيبني، وعايز ادفع البيرنت اقل من اللي هو ممكن يدفعه في اتوبيس المدرسه عشان ما يروحش اتوبيس المدرسه ويسيبني. فحته البرايسنج كريتيكال جدا، والناس بتوصل فيها كمان عشان تظبطها احيانا لحلول اذكى كمان، ان انا احيانا بيغيروا مونيتايزيشن موديل نفسه. انا شركه كورسات وبعمل كورسات لمعظم الناس مثلا شباب معهمش فلوس كتير، وانا عايز اجيب انستراكتورز مثلا جامدين جدا عشان نوصل الشباب دول لمستويات عاليه جدا من التالنت. فببدا ان انا فممكن انا اعمل ايه؟ شفنا ده يعني ناس عملوه، مش عارف انهي شركات بالظبط. فممكن ان انا ابدا اغير المونيتايزيشن موديل بتاعي بان انا ابدا ان انا اجمع الفلوس الكورسات دي من سبونسرز معينين، وابدا اوعد شركات بان انا لو انتوا يعني انتوا هتدفعوا علشان نعمل الكورسات دول للشباب دول، وقصاد كده مثلا هنديكم مثلا احسن 4 او احسن 5 من التالنتس دول، علمناهم كودينج، علمناهم ديزاين، علمناهم وات ايفر، احسن مثلا 5 هنعرضهم عليكم مثلا يشتغلوا معاكم،
فبالتالي هم بدل ما يدفعوا مثلا لشركه ريكروتمنت هيدفعوا لشركه الكورسات. اظن في شركه مصريه عامله الموديل ده، بس انا مش عايز اقول اسمها عشان مش متاكد، فمش عايز الخبط الناس. فالفكره ان انت هنا خدت الفلوس مش من الشخص المستخدم نفسه اللي هو ممكن يكون معهوش في الفلوس دي، لكن خدتها من بيزنس سهل ان هو يطلع الفلوس دي، وفي نفس الوقت هو هياخد فاليو في الاخر. فاهمين قصدي؟ يعني ده احد الامثله ان انت ممكن تغير المونيتايزيشن موديل. بدل ما اخد مثلا سيرفيس اخد تمنها غالي مره واحده، ممكن اعمل سبسكريبشن مثلا موديل يكون مثلا على مدى سنه كامله او كذا، بيدي بينيفيتس معينه. فتغيير المونيتايزيشن موديل نفسه او البرايسنج موديل نفسه ممكن يفرق في الحته دي. فدول الاربع حاجات هقولهم تاني بسرعه. اول حاجه ان اليوزر مش عايز الفاليو اللي انت بتعملها اصلا. تاني حاجه ان الفاليو موجوده بس انت مش عارف تكوميونيكيتها لليوزرز او بتكوميونيكيتها لليوزرز الغلط. تالت حاجه ان انت عامل لنفسك بوزيشننج مش مظبوط في وسط منافسه صعبه، في حته مش احسن حاجه، والبراندنج نفسها اصلا. رابع حاجه البرايسنج موديل بتاعك نفسه. شكرا والسلام عليكم.